اليوم رح نحكي قصة حقيقية وغريبة. قضية كانت شبه مقفولة، ممكن نقول إنها دخلت طي النسيان، لكن قطعة تكنولوجيا بسيطة، هاتف، هو اللي رجع فتح كل الأبواب وكشف عن حقيقة صراحة مرعبة. تخيلوا، 1.5 سنة كاملة اختفاء رجل كان لغز بكل ما للكلمة من معنى. لا أثر، لا دليل، ولا شيء. طبعاً هذه الفترة كانت قاسية جداً على عائلته. يأس تام، كل باب يطرقونه كان مسدود وكل خيط أمل يتقطع. القضية كانت خلاص على وشك إنها تتسكر للأبد. وفجأة من العدم التليفون يرسل إشارة، شيء ما كان بالحسبان أبداً، وهو اللي غير مسار القصة كلها. طيب خلونا نرجع بالزمن شوي ونبدأ القصة من أولها، من اليوم اللي اختفى فيه هذا الرجل البسيط الكادح. الضحية كان إنسان بسيط جداً، كل همه شغله وعائلته، معروف بين الناس بأمانته وجديته، يشتغل في ورشة بناء في منطقة جبلية بعيدة. وفي يوم من الأيام طلع لشغله الصبح وما رجع. عائلته المسكينة ما خلت مكان ما دورت فيه، مستشفيات، أقسام شرطة، اتصلوا بكل شخص يعرفونه، لكن ولا أي نتيجة. الموضوع كان غريب، كأنه الأرض انشقت وبلعته حرفياً. وهنا القصة تبدأ تتعقد. شوفوا، كان في شخصيتين أساسيتين في الورشة، الضحية وزميله، كانوا يشتغلوا مع بعض بنفس المكان. هذا التقارب بينهم هو اللي بيخلق توتر خفي رح نفهمه بعدين مع تطور الأحداث. طيب خلونا نتقدم بالأحداث ونشوف اللي صار. بعد 18 شهر من الصمت المطبق، الانفراجة جت من مكان ما يخطر على بال أحد أبداً. اللي صار هو إنه أثناء مراجعة روتينية للبيانات، واحد من رجال الدرك لاحظ شيء غريب. تلفون الرجل المفقود اشتغل فجأة. والأغرب من كده إن الإشارة كانت جاية من مكان يبعد مئات الكيلومترات عن المكان اللي اختفى فيه. هذا الشيء زاد الغموض أكثر وأكثر. تمام، الآن النقطة المحورية في كل القصة هي هذه: كيف قدر المحققون يمسكون هذا الخيط الرقم الوحيد ويفككون فيه لغز القضية كلها؟ وهنا نشوف الشغل الشرطي المحترف. خطوة بخطوة بدأوا يضيقوا الدائرة. أول شيء استدعوا السيدة اللي كانت تستخدم التليفون، قالت لهم إنها اشترتهم من السوق، ومن هنا وصلوا للبائع اللي طلع مين؟ زميل الضحية السابق نفسه. ومن هاي اللحظة كل الأكاذيب اللي بناها المشتبه فيه بدأت تنهار، ما قدرت تصمد قدام الأدلة. أكيد في البداية أنكر كل شيء، لكن المحققين استمروا بالضغط عليه، ومع كل دليل جديد يقدمونه كان ارتباكه يزيد وتوتره يوضح أكثر. وبعد ساعات طويلة من التحقيق ما قدر يتحمل أكثر، انهار واعترف بكل شيء. قال إنه تشاجر مع زميله وفي لحظة غضب ضربوا ضربة كانت قاتلة. والصدمة الحقيقية كانت في الدافع. يا جماعة، كان مجرد خلاف بسيط وعادي في الشغل، خلاف تصاعد بسرعة، تحول لمشاجرة وانتهى بجريمة قتل بشعة وعبثية. بعد الجريمة سيطر عليه الخوف والذعر، وبدم بارد بدأ عملية إخفاء جريمته. قطع الجثة وحطها في أكياس وساق سيارته لغابة بعيدة. هناك حفر حفرة عميقة ودفن كل شيء. كان يعتقد أن سره اندفن معها للأبد. بعد الاعتراف الكامل بدأت المرحلة الأخيرة والمؤلمة من القصة، مرحلة البحث عن الحقيقة المدفونة. رجال الدرك أخذوا القاتل معهم وراحوا للغابة، وهناك في مشهد مؤثر وحزين دلهم على المكان اللي دفن فيه ضحيته. وبمساعدة فريق الشرطة العلمية فعلاً لقوا أجزاء من الجثة، أهمها الجمجمة وبعض العظام، لكن عمليات البحث ما زالت مستمرة للعثور على باقي الأجزاء، وهذا بحد ذاته يوضح مدى بشاعة الجريمة. أما بالنسبة للعائلة فآخر خيط أمل كانوا متمسكين فيه اتقطع وتحول لحقيقة مؤلمة وقاسية جداً. الصدمة كانت فوق الوصف لما عرفوا التفاصيل المروعة لمصير ابنهم. طبعاً تم توجيه تهماً رسمية للجاني: القتل العمد، إخفاء الجثة، والتلاعب بمسرح الجريمة. وبهذا يكون التحقيق وصل لنهايته من الناحية القانونية. في النهاية، ورغم كل القسوة اللي في هذه القصة، إلا إنها تعلمنا شيء مهم: مهما طال الزمن العدالة ممكن تاخذ مجراها. وهذا يخلينا نتساءل ونفكر بعمق: هل يبقى أي مجال للشك في عدالة السماء؟